مرحبا بجميع الابطال، مرحبا بجميع ممارسين رياضه بناء الجسم. اليوم ان شاء الله غادي ندوزو التمرين ديال استعداد العضلات اللي هما اساسيه، والطريقه الصحيحه كيفاش كيتخدموا هاد العضلات ديال البيسيبس تريسيبس والركبه. نبداو بالحركه ديال التريسيبس هي الاولى، واول تمرين خصنا نديرو بواحد الوزن اللي هو يكون خفيف بزاف كالتسخينات. من بين الاخطاء اللي كيرتكبوها الممارسين هما اول حاجه كيبداو يهزوا التريسيبس بحال هكايا، او ما كيخدموش بواحد الطريقه اللي صحيحه. فهمتيني؟ الطريقه اللي صحيحه هي هاد الفاس لهنا لهنايا، من هنا من هاد الكود من هاد الكود لهاد الكتف كيبقى فيكسي، مثلا كيبقى فيكسي من هنا، ما كيبقاش يتحرك. اللي كيتحرك هو من هنا اليدين هما اللي كيتحركوا. من غير هاد الحركه اللي ورينا في الاول نقدروا نخدموا نشونجيو هاد لاباس الصغيره اللي حتى هي كتحاول كتشونجي الخدمه ديالك، كيكون اختلاف حتى في الخدمه. مثلا نخدموا بهاد لاكور، او نحيدوا هاد لاكور هادو نقدروا نخدموا بهاد البواني، وهذه نقدروا نخدموا بها بايد وحده، مي يكون الوزن يكون شويه اخف حيت اليدين بجوج ماشي ايد وحده. نقدروا نخدموا بحال هكايا او نزودوا مع المرآة. هاد الفاس من هاد الكوع الكتاف كيكون فيكسي مع الظهر. عندنا هاد لافاس اللي هنا هو اللي كيخدم. اول تمرين غنمشيو بلابار حره، نحاولوا نشدوا العبار ديالنا مزيان. دائما لي بواني ديالي ما كيكونوش طايحين، كيكونوا واقفين. كنحاولوا نسحبوها من التحت، ما كنطلعوهاش للفوق. كنحاولوا نديروا تكرار ديال 10 المرات او 12 مره بهذه الطريقه هذه. هذا من بين التمارين المهمه اللي كتعطي واحد الكتله عضليه وكتعطي واحد الحجم كبير للعضلات. وكنصح الممارسين هذا التمرين هذا الا ما كانش انسان يضرب فيه واحد 10 نقاط ولا 12 نقطه، من الاحسن بلاش يمشي بواحد الوزن خفيف اللي غيتمكن باش يضرب هذا العدد ديال النقاط اللي هي مهمه. دابا غادي نمروا للتمرين الثاني اللي هو التمرين ديال العضلات ديال ثلاثيه الرؤوس تريسيبس، اللي هو حتى هو تمرين مهم ومهم بزاف بالنسبه للحجم اللي كيعطيه هذا التمرين للعضلات. كاين بعض الاخطاء كيحاولوا يمشيو برا بحال هكا اللون، كيبدا يخدم بحال هكايا. هذه الطريقه هذه ماشي صحيحه. الطريقه الصحيحه كنحاولوا نشدوا لابار بحال هكا تكون مستقيمه، وكنعاودوا على مستوى الجبهه. هذه هي الطريقه الصحيحه بالنسبه لعضلات التريسيبس، عضلات ثلاثيه الرؤوس. دابا غادي نمروا للتمرين الثاني بالنسبه للعضله ديال البيسيبس، وغندوزو لهاد لا ماشين ديال لاري سكوت. حتى هي مهمه، هاد لا ماشين مهمه بالنسبه لهاد العضله، الحجم ديال البيسيبس والجماليه ديال البيسيبس. كاينين جوج
الطرق نقدروا نخدموا بهم بلي زالطير، نقدروا نخدموا بيدين جوج او نقدروا نخدموا ايد وحده. حتى هاد ليكسيرسيس كيرتكبوا فيه مبتدئين بزاف ديال الاغلاط، منها كيجيب مع الرمال اللي بولمال لتحت، هذا تمرين غلط، هذا حتى هو تمرين غلط. التمرين الصحيح او نخدموا فيه بحال هذا. هذه زالطير ما كتهوش بزاف، كنبقاو ديما محكمين عليها، وحتى في الصعود ما كنصعدوش بزاف، كيبقى ديما تقول نازل العضله. اليوم سالينا الحلقه ديال التمرين ديال العضلات، ثنائيه الرؤوس اللي هي البيسيبس وثلاثيه الرؤوس اللي هي التريسيبس. المهم حاولنا نختصرهم في بعض التمارين اللي هي اساسيه، ومازال باقيين عده تمارين عده تمارين اللي هي كثيره بزاف اللي المهم حنا مشينا للاساسيات اللي هما 3 تمارين ديال العضله ديال التريسيبس و3 تمارين ديال العضله البيسيبس اللي هما اساسيه. وكنتمنى الحلقه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف، ونتمنى نكونوا وصلنا واحد شويه للمتابعين ديالنا.